نيجيريا تفوز على مصر في مباراة شرفية لتحديد المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. في مباراة شرفية نيجيريا تحصل على المركز الثالث وتفوز على منتخب مصر بضربات الترجيح. مش مهم اللي احنا خسرنا المركز الرابع، ومش مهم اللي احنا خسرنا النهارده من نيجيريا بضربات الترجيح، ومش مهم ان محمد صلاح وعمر مرموش هم اللي ضيعوا ضربتي الترجيح لمنتخب مصر وهم سبب في هزيمة منتخب مصر النهارده. كل ده مش مهم. امال ايه المهم؟ ايه المهم النهارده؟ المهم اللي انت كان شكلك احلى من مباراة السنغال. السؤال هنا بقى، وده غرض القناة بتاعتنا، انت ليه النهارده شكلك احسن من مباراة السنغال؟ عشان انت نازل وما انتش حاطط نتيجة المباراة في دماغك. انت نازل وحاطط في دماغك اللي هي مباراة شرفية. انت نازل وما انتش خايف من النتيجة، وما انتش خايف من التقييم، وما انتش خايف من الجمهور. انت نازل عشان تلعب مباراة كرة قدم فقط. في ده اللي خلى ادائك في المباراة افضل من مباراة السنغال. لما نيجي نقارن بين حسام حسن في مباراة السنغال ونيجيريا، حسام حسن كان لود وضغط كبير على منتخبه في مباراة السنغال. النهارده حسام من الواضح اللي هو قال للاعيبته انزلوا استمتعوا، ما تخافوش، انتوا خسرتوا كل حاجة، فالنهارده ما فيش خسارة. بالرغم عدم وجود مروان عطية النهارده وعدم وجود حسام عبد المجيد كمساك أساسي، وبدأ بمروان، وبدأ سوري بمهند لاشين، ولكن كان أداء منتخب مصر أفضل من الأول. أفضل ليه؟ عشان لاعيبة منتخب مصر رمت الحمول من على كتفها، رمت الضغوط من على كتفها، رمت كل حاجة ونزلت المباراة وهي بتفكر اللي هي لاعيبة كورة نازلة تمتع نفسها وتمتع جمهورها. بداية من مصطفى شوبير لمحمد هاني لرامي ربيعة، كل اللعيبة دي نزلت النهاردة وهي مبسوطة جدا. نزلت وفي أداء في الملعب أفضل من أداء السنغال، في امتلاك للكورة، في استحواذ، احنا لعيبتنا بتسلم لبعضها الكورة من الجول للجون، في استمتاع باللعب، في أداء كويس جدا 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 جدا. ولكن بالرغم ان احنا تحررنا من الضغوط وتحررنا من كل حاجه كانت بتواجهنا في مباراه السنغال، ولكن يا جماعه عندنا مشكله كبيره برضه. المشكله اللي احنا بنضيع فرص كتير جدا. كان عندنا استحواذ قدام ال 18 بتاع نيجيريا، ولكن ما عندناش قرار. محمد صلاح تحس اللي هو نازل الماتش وهو وراه مشوار، عاوز يخلص الماتش بدري عشان يلحق مشواره. الكرة بتجيله في نص الملعب بيلعبها باص طويل في ال 18 بدون رؤية وبدون ملاحظة وبدون تأني وبدون تفكير وبدون أي حاجة خالص. زيه عمر مرموش برضه وراه مشوار، تحس ان محمد صلاح وعمر مرموش عندهم ميعاد في انجلترا، عاوزين يخلصوا الماتش بدري عشان يروحوا له. امام عاشور عاوز يعمل في الكوره كل حاجه، عاوز يمرقص وعاوز يرفع وعاوز يشوط، عاوز يعمل كل حاجه. يا جماعه الكوره هي لعبه تعاونيه، فريق كل واحد له دور في الفريق، وده دور المدرب. يعني حسام حسن واقف بره وشايف ان صلاح ما بيأديش، اللي مرموش نازل متلهوج ومتسربع، اللي امام عاشور عاوز يمسك الكره من الجول للجول. طب انت فين يا حسام؟ انت فين؟ انت ليه ما بتوجهش لاعيبتك؟ انت سايب لاعيبتك ليه بتلعب على مزاجها؟ فكانت النتيجه اللي المباراه انتهت 0-0، واحتكمنا لضربات الترجيح اللي انهزمنا فيها، وبالتالي حصلت نيجيريا على المركز الثالث. لما نيجي نقيم بطوله افريقيا يا جماعه، منتخب مصر ما كانش احسن حاجه في البطوله، ولكن هو احتكاك قوي لكأس العالم. انا شايف النهارده اللي تجربه النهارده هي حلوه، هي مفيده لبعض اللعيبه.
النهارده مهند لاشين كان مستواه كويس جدًا، هيبقى بديل حلو لمروان عطية. النهارده خالد صبحي كان كويس جدًا، أدّى دوره كويس. النهارده مصطفى شوبير ما فيش أجمل ولا أروع من كده. كمان محمود صابر أدّى دوره على أكمل وجه. في عناصر ظهرت في المباراة مبشرة، ولو اديناها فرصة هتبان وهيبان دورها في المنتخب. إن شاء الله اللي جاي أفضل وأحسن لمنتخب مصر، بس يا ريت نستثمر البطولة ديّة ونعد ما بعد البطولة. يا ريت حسام حسن يعمل معسكرات للمنتخب بتاعنا عشان يحصل تجانس ويعمل توليفة، وكل لاعب يظهر في الدوري المصري أو يظهر في أي دوريات في العالم يضمه لمنتخب مصر. أنا متفائل إن شاء الله باللي جاي وربنا يوفقنا. زي ما عودتكم في آخر كل مباراة اللي إحنا بنقيم أداء اللعيبة. يا جماعة إحنا الأداء بتاعنا مش أداء تكتيك وبس، إحنا بنقيم أداء اللعيبة من ناحية التكتيك ومن ناحية الانضباط النفسي والانضباط التكتيكي وانضباطه داخل الملعب ووجوده كعضو داخل فريق. مصطفى شوبير 10، محمد هاني 7، رامي ربيعة 8، حمدي فتحي 8، خالد صبحي 6، مهند لاشين 7، إمام عاشور 8، زيزو 4، تريزيجيه 3، محمد صلاح 4، مصطفى محمد 3، محمود صابر 4، عمر مرموش 2، إبراهيم عادل 2. وفي النهاية شكرا لكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.